ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده كنت بجرب معاكم منتجات جديده، فيلا بينا نشوف عملت اللوك ازاي. اول حاجه استخدمتها كان الكونسيلر بتاع كليو اللي هي درجه لايت، وبدات ان انا اوزعه كده بالبراش على الوش كله. انا بستخدمه كده يعني على بشرتي كلها، مش بس تحت عينيا. بيوحد لون البشره وبيبقى شكله خفيف وبيرطب كده، وبحبه جدا الاستخدام اليومي. هو اصلا كريم كونسيلر طبي يعني، فحلو جدا لكل يوم. حسيت ان انا محتاجه ازود شويه كمان، بس فزودت عند دقني كده حبه. وبس ده اللي انا بعمله في بشرتي، بحسه بيخلي شكل البشره ناعم وطبيعي جدا، وفي نفس الوقت شكلها متوحد، ويعني درالي شويه من الاحمرار اللي بيبقى موجود في بشرتي. وطبعا بعد كده برجع بالبيوتي بلندر تاني عشان ادمج كل حاجه ويبقى شكل البشره ناعم اكتر. دلوقتي هستخدم الكونسيلر بتاع شي جلام اللي هي درجة باتر كريم. ده كان لسه جديد، جربته معاكم الفيديو اللي فات في الحاجات الجديدة، وبدأت ان انا استخدمه كده كتنوير يعني، لان الكونسيلر بتاع كليو مش بينور، هو بس بيوحد اللون وخلاص. فقلت اخد نقطة كده من ده عشان انور كده البشرة اكتر، ووزعته. دمجه حلو جدا وثباته كويس. وكمان التغطية بتاعته حلوة، بس انا ما باخدش منه كمية كبيرة، فشكله بيبقى كويس. بحس ان الحاجات دي لما بكتر منها بيبقى شكلها تقيل، خصوصا كمان ان الفينش بتاعه مات شويه. وبس زي ما شفتوا دمجه كان سهل جدا وبيدي نور حلو قوي. وطبعا برجع برضو بالبيوتي بلندر عشان ادخل كل حاجه في بعض كده يبقى الشكل طبيعي اكتر. اول حاجه بقى جديده هجربها معاكم كان قلم الحواجب. ده من روزبيري. الدرجه اللي انا اخترتها اللي هي دارك، يعني شفت ناس كتير بتمدح فيه فقلت اجربه كده، خصوصا القلم بتاعي بتاع شي جلام خلاص، فقلت اجرب حاجه مختلفه يعني. زي ما شايفين درجته طلعت بس غامقة شوية. هو بيجي ناحية كده قلم، والناحية التانية بتبقى اللي هي الفلوماستر ده، والناحية الفلوماستر دي حلوة جدا وفنوعة قوي. فهبدأ اول حاجة ارسم بالناحية القلم اللي هي بتبقى كريمي كده شوية، وهي كريمي جدا جدا، والبيجمنتيشن بتاعها قوي جدا جدا. وزي ما شايفين يعني انا كنت بلمس بالراحة خالص عشان ما تقلش ايديا وما يبقاش الشكل تقيل. وبرسم حواجبي كالعادة ان انا بحددها من تحت عشان ابين الرسمة بتاعتها. بس طبعا اول حاجة لازم اعملها ان انا اسرح الحاجب عشان شكل الحاجب يبان. وبعد كده ببدأ ان انا احدد كده الشكل من تحت وبعد كده من الطرف، عشان الحاجب بتاعي من الطرف يعني مش متحدد قوي. وابتدي بعد كده ان انا املى الفراغات الموجودة في الحاجب. وكنت بحاول ارسم يعني بخفة ايد بشكل فظيع، لانه غامق جدا والبيجمنت بتاعه فظيع، فكنت حاسة ان انا شكلي غريب. وحاسة البني بتاعه فيه سنة محمرة شوية، بس مش حاجة اوفر، مش واضحة قوي يعني. كنت طول ما انا برسم حاسه ان انا همسحه ومش عاجبني، بس في الاخر الدنيا هتظبط. هوريكم ايه عملت ايه. طبعا بعد ما خلصت الشكل كان اوفر، فروحت جايبه البراش دي اللي هي السبول يعني، وبدات ان انا اسرح كده بحيث ان انا اشيل لو في اي زياده او ادمج لو في خطوط واضحه وكده. واخدت البيوتي بلندر بالبواقي اللي فيها محطتش فيها اي حاجه، وبدات ان انا كده اطبطب فوق الحاجب تاني عشان اخفف شويه من حده اللون. وبرده لما بسرح الحواجب بمسكره الحواجب بتاعه شي جلام، برضو دي بتخفف شوية من حدة اللون او من ان يكون في خطوط حادة، وبتثبت الحاجب مكانه طول اليوم. فاللوك النهائي للحاجب كان تمام، عجبني كل حاجة. بس طبعا كنت حاسة ان هو مختلف وغريب عشان انا مش متعودة ان انا بغمق حواجبي قوي كده. وتاني حاجة جديدة هجربها معاكم هو البلاشر ده بتاع شي جلام اللي هو الباتري بلاش اللي طالع ترندي الفترة الأخيرة. أنا جربت معاكم درجة قبل كده اللي هي اسمها جوافة جوس، وكان عاجبني جدا جدا شكل الدرجة بتاعت بينتد بيوني تقريبا اسمها كده. فقلت ان انا اجربها واشتريها، وعجبتني الدرجة دي جدا جدا بجد، من الدرجات الحلوة جدا. وحاسة ان هي تليق على كذا درجة بشرة، سواء درجتك فاتحة او سمرة هيبقى شكلها حلو قوي. وطبعا دمجه سهل جدا. المره اللي فاتت دمجته بايديا معاكم، والمره دي قلت اجرب البراش معاه. والبراش دي بتاعت شي جلام اللي هي على شكل رجل قطه كده. دمجه حلو جدا. البيجمنتيشن بتاع اللون ده اقوى من التاني، لان ده اغمق شويه عليا، التاني كان فاتح. بس برضو البيجمنت بتاعته كانت حلوه، ثباته حلو. بس طبعا برضو لازم تثبتيه. وبرضو معلومه، انا بشرتي اصلا جافه، فالبلاشر بتاعي او ايا كان نوعه ما بيروحش بسهوله او بسرعه، بياخد وقت على بال ما يروح. بس يعني ده كان قاعد معايا حلو جدا، وبعد ما ثبته فضل معايا الفتره اللي انا كنت فيها بره البيت، مثلا 4-5 ساعات كده. وهثبت بالباودر بتاعتي اللي انا يعني معلقه عليها الفتره الاخيره دي، بتاعه ميني سو. حلوه قوي وبتثبت حلو ومش بتنشف، وكمان بتنور كده برضو شويه، فحلوه جدا.
عايزه ان شاء الله اعمل لكم فيديو شوب ماي ستاش، لان ايه معلقه عليها وعايزه استخدم الباودرز التانية اللي عندي. ودايما برجع لاني مهما خففت منها على ايديا بيبقى فيه كتير في الباف، دايما برجع ان انا انفض كده زياده. وبعد كده هجرب معاكم البلاش الدايموند ده من براند كده مش عارفه اسمها هندايا ولا اسم غريب كده، بس ده موجود على شي ان، ومن البلاشرز اللي مشهوره قوي، وكمان واخده ريتنج عالي جدا وريفيوز كتير. وانا اشتريته بسبب ريفيو البنوته اسمها ديانا على الانستجرام، كانت بتستخدمه وقالت ان هو بديل لبلاشر كده من فلورمر، حلو قوي وطبعا في فرق كبير جدا في السعر، فقلت اجربه. وانا بحب الحاجات البينك الجلوي دي، وبصراحه طلع تحفه، حلو قوي، بيدي لمعه حلوه وكمان بيدي لون حلو. هو مكتوب عليه ان هو هايلايتر، معرفش ازاي ده هايلايتر يعني، ده بالنسبه لي طبعا بلاشر، بس تحفه، عجبني قوي 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 وكيوت وثباته حلو برضو. واخدت من الباليت بتاعه روبي روز البرونزر ده بفرشه كده واسعه، بدات ان انا ايه ادفي شويه البشره، مش حاجه اوفر يعني. والباليت بتاعه روبي روز وحاجه روبي روز عموما حلوه جدا وسعرها كمان جميل، هتلاقوها عند شمس هي وحاجات جوسي بيوتي. اخدت الباليت دي من كاتريس، وبدات ان انا اخد اللون ده كلون انتقالي وحطيته على كسرة العين. يعني كنت عايزه اعمل لوك مش حاجه اوفر يعني. وعايزه اقول لكم اليوم ده كان حر جدا، عملت مجهود كبير، والميك اب كان زي ما هو يعني، كنت مبسوطه جدا بشكل الميك اب في اخر اليوم. وزي ما قلت لكم البلاشر كان قاعد معايا على الرغم من الحر والفرهده اللي انا كنت فيها. وبس بدات ادمج كده كمان اللون على خط الرموش اللي تحت عشان ايه يكمل اللوك. مش عارفه الولد اللي بينادي على مامته هترد عليه امتى، انا اسفه بس ده مش ابني والله، ده ولد في الشارع وصوته واصل لحد عندنا، ملناش دعوه. المهم اخدت الدرجه البينك اللي في الباليت دي عشان كده ادي هنت اوف بينك في اللوك بتاع الاي شادو، بما ان انا لابسه بتاع فوشيا كده، فقلت ايه يعني ايه ادخل حاجه بينك. وبس البينك ده غامق شويه وبيجمنت عاليه، فباخد منه تنتوفه كده، وبرده حطيته على خط الرموش اللي تحت. وبعد كده اخدت بفرشه فلات كده الدرجه دي انا بحبها جدا في الباليت، هي تحسوها موف على بني كده برونزي، مش عارفه ايه اللون ده، بس هو يعني بني جاي على موف اكتر. وبدات ان انا احطه على الجفن كله كده يديني سموكي، وفي نفس الوقت يبقى شكله ناعم كده وحلو، وفي شويه جليتر كده بينك، فكان عسول قوي. وانا يعني زي ما قلت لكم من اكتر الالوان اللي انا بحبها في الباليت دي، وفي العموم لو لقيت اللون ده في اي باليت بحب استخدمه جدا، ويعني مش بخاف منه، بحس مهما حطيت منه بيبقى شكله حلو ومش اوفر مع انه لون غامق يعني. المهم اخدت بقى الناحيه التانية من قلم الحواجب بتاع روزبيري واستخدمته كايلاينر، وكان تحفه. رسمت يعني ارفع ايلاينر ممكن ترسموه بجد، القلم رفنع جدا، البيجمنت بتاعته حلوه، واللون البني بتاعه حلو قوي، مش بني محمر قوي، فلونه حلو عجبني يعني. وبدات ان انا اتني رموشي، وهستخدم الماسكارا بتاعه شي جلام اللي قلت لكم عليها، اللي هي فيها ناحيتين كده، ناحيه للفوليوم وناحيه لللينس. عايزه اقول لكم اول مره استخدمت الماسكارا كانت فظيعه، هي لسه فظيعه، ولكن الناحيه بتاعه الفوليوم معرفش ليه بدات بتطلع برودكت كتير جدا، فلازم تفضوا الفرشه كويس عشان الرموش ما تكتلش يعني ما تمسكش في بعض كده. فقلت لازم اقول لكم، لان المره اللي فاتت قلت لكم انها تحفه، وهي فعلا زي ما بقول لكم تحفه، وبتدي فوليوم وطول حلوه قوي للرموش، بس بتكتل لو انتوا ما نضفتوش الفرشه اللي هي بتاعه الفوليوم. الفرشه بتاعه اللانس بتبقى فاضيه مش مليانه زي التانية. وعايزه اقول لكم الماسكارا تحفه مش بتهبب، يعني انا نزلت بيها البول قبل كده وكانت تحفه، الماسكارا ما هببتش، هي مسكت في بعض بس كده، بس يعني مسحتش وبهدلت الدنيا، فعجباني جدا. وبعد كده هستخدم معاكم ليب لاينر جديد من شي جلام، هكتب لكم درجته هنا على الشاشه. سمعت قد ايه الليب لاينرز بتاعت شي جلام حلوه، فقلت اجرب منه درجه كده، جبت درجه على نود، وحبيت اجيب اللي هو الماتيك ده او اللي هو اللي بيلف وكده، عشان يعني ايه يبقى سهل وما يحتاجش يتبرى. وعجبني جدا، لونه حلو، بني اللي هو متوسط مش غامق ومش فاتح، فهيحدد الشفايف بس بشكل ناعم قوي، فحبيت الدرجة جدا جدا عليا. وزي ما شايفين هو كريمي جدا جدا، بيرسم بكل سهولة وبيندمج معاكي بسهولة وثباته كويس. يعني كنت جايبة كمان حاجتين للشفايف جداد من شي جلام، واحد اللي هو بيبقى فيه ليب لاينر وليب جلوس، وواحد تاني اللي هو ليب جلوس اللي بيقعد يلف كده وبيدي بلامبينج للشفايف، جبته درجة على بني كده،
يعني هو ما كانش لايق على اللوك، بس كنت عايزه اجربه، وعايزه اقول لكم تحفه، عجبني جدا، لونه تحفه، وبيدي لمعه خطيره للشفايف، وبيدي لسعان كده شويه، كانك يعني في نعناع كده في الشفايف شويه، بس مش حاجه اوفر يعني، مش بيوجع قوي. فبصراحه تحفه، وخلى شكل الشفايف فظيع. بصوا قد ايه شكل الشفايف ناعم، مفيش خطوط، لمعته تحفه بجد، خطير، عجبني جدا جدا جدا. المره الجايه بقى ان شاء الله نجرب مع بعض التاني اللي هو فيه ليب لاينر وليب جلوس. وبس كده، ده كان الفاينل لوك. يا رب يكون اللوك عجبكم. ما تنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنت رايكم، وحابين اجرب ايه الفتره اللي جايه، وكمان تعملوا لايك وشير مع اصحابكم. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامه.